انت خلاص الواحد جاب اخره من غباء بقى اداري ومن مدرب. الواحد والله خلاص تعب من كتر اللي الواحد بيشوفه ده، من قرارات غلط من كل حته. يعني اولا كده يعني كل سنه وانتم طيبين، بس اللي الواحد بيشوفه ده ككوره الواحد خلاص جد قسما بالله الواحد خلاص بقى زهقان من القرف اللي الواحد بيشوفه كل مره وكل ماتش، وكل مره بتحط فيها امل على اللاعيبه دي انها تعمل لك حاجه او ان هم يظهروا بقى كرجاله بقى المره بقى من الفترات في كرويا ولا حاجه، ان انا اشوف منك حاجه، اشوفك بتقدم حاجه فعلا زي ما انت بتطلع كده بتقول ده احنا هناخد فرصه ونعمل ونسوي ونموت نفسنا ونطلع ونكسر الدنيا. كل ماتش باجي الاقي نفس القرف ونفس الخرا بتاع كل مره. السنه اللي فاتت خارج من اوسخ نسخه من صن داونز انت خارج منها، وجيت هنا لقينا كوره تقرف بتدافع وشكلك زي القرف وخرجوك على ملعبك. الموسم ده بتلعب قدام اسوأ نسخه من الترجي، كسبتك هناك قلنا ماشي هتعرف تعوض هنا ورجاله ومش عارف ايه والناس بتدعم والناس بتقول وخلاص ومش عارف، تيجي هنا تلاقي نفس كل حاجه بتخسر من الترجي. بتخسر الترجي غلبك هناك وهنا، الترجي الواقع خسرك هناك وخسرك هنا. انت مستني ايه تاني؟ مستني كرة ايه تاني مثلا؟ مستني يعني انت ايه اللي هيحصل تاني مثلا عشان اللعيبه دي تتفور ولا الناس دي تتفور؟ ايه اللي هيحصل تاني؟ خلاص يعني بقى ما فيش غير ياجوج وماجوج اللي يطلعوا مثلا عشان القصه دي تخلص، لكن اكتر من كده خلاص كل الموبقات حصلت، كل حاجه وحشه حصلت في الاهلي. عملت كل حاجه، خرجت من كاس، خرجت من رابطه، خرجت من افريقيا، دوري، كل سنه وانت طيب. خلاص حتى رمضان خلص والعيد خلاص بيخلص اهو، فانت ما بقاش في حاجه تانية خلاص في العالم تحصل غير ان اللعيبه دي تتفور. لعيبه ايه بقى؟ اللعيبه بالمدرب بقى بالاداره بكله كله ما فيش اي حاجه تدعو ان في خير جاي. خير صفقات تحسها فاسده كلها بايظه، مدير فني اخر مدير فني حط رجله في الفرقه. احنا يعني ايه، انا مش فاهم تطور الوساخه بتاعت المدربين دي. يعني بسم الله ما شاء الله عندنا الابديت عالي قوي، بيبقى اعلى من الايفون. بتجيب مدرب وحش بتجيب واحد اوحش، بتنزل داون جريد لكل حاجه بتعملها، كل حاجه بتعملها بتلاقي اخر منها بيحصل بعديه كده. انا ببقى مستني ان يبقى في تطور او يبقى في حاجه مثلا حلوه بتحصل، بلاقي ان انت بتعمل نفس الخري. الناس فرحانه ان الاهلي خرج عشان الناس دي تتفور. الناس دي تتفور اصل انا بطلع قرار بخصم مش عارف من عقود اللعيبه كام واللعيبه خصمت لهم قد ايه، اصل مش عارف إيه. انت يعني شايف ان ده الحل؟ ان انا اخصم ده الحل؟ تلعب النهارده شوط اول مبشر لكل البشريه وخلاص بتقول مها، شوط تاني مها هتيجي، الحارس بتاعهم عامل فيها نوير وعامل فيها تنين وبيطيروا ومش عارف ايه وبتاع، تمام. اخيرا اللعيبه بقت بتشوط وشايفين شوطات من هنا وكور من هنا وعرضيات ومش عارف ايه وبتاع، خلاص قلنا هيجي. كل ده مش شغل المدرب عشان المدرب ما عملش اي حاجه، في اجتهاد. تنزل الشوط الثاني بقى تعوض، مفيش اي حاجه. تنزل الشوط الثاني هم بياخدوا بقى عليك اللقطه، خلاص انت بقى ما تديهمش بقى ان هم ياخدوا عليك اللقطه، ما تستناهمش ان هم يركبوا الماتش ويدوك ويجيبوا فيه الجون. جابوا فيه الجون خلاص. وكمان الترجي حتى ما دافعش، الترجي بيهاجم عليك وبيروح كمان عايز يجيب الثاني والثالث وبيجيبهم، وانت لعيبتك خلاص هنجت عشان معاك مدير فني بره او معاك طاقم اداري بره واقف خلاص دماغه مهنجه. يا فرحتنا ويا مشطرنا في الكلام ده في البرامج وفي اللقاءات، واحنا هنعمل ولو مسكنا ولو عملنا هندغدغ الدنيا واحنا اللي فوق واحنا اللي هنا واحنا اللي هنعمل. تيجي تشوف الحاجات دي في الملعب بتلاقي خري كروي. خلاص انا فرحان بالمنصب، يولع بقى الفرقه وتولع كل حاجه، مش فارقه بقى انا هكسب هخسر، الجمهور هيعمل، هيبقى زعلان، هيبقى فرحان، هيبقى جدان، مش فارقه. المهم ان احنا ماسكين المناصب واللعيبه اللي في الملعب دي ما حد والله العظيم ما حد فاهم العيال دي يعني اللعيبه دي جايه ليه؟ الصفقات جايه على اني اساس؟ على اني نهج؟ انت جايب الناس دي انت بتلعبهم عشان هم ايه؟ عشان هم لعيبه؟ عشان هم جايين بفورمه؟ عشان هم انت محتاجهم؟ ولا اي حاجه. الصفقات كلها جايه عار. بلعب النهارده من غير مهاجم وانا جايب شريف وجايب مروان عثمان وجايب كاموش، كلهم وحشين. جايبهم ليه؟ كل دول وحشين. يبقى عندك يا راجل حتى واحد بيهاجم على الجول، دوره في الحياه ان هو مهاجم بيهاجم. لكن بنزل بن شرقي اللي زي القرف طول الماتش زي الخرا وما عملش اي حاجه،
لحد الماتش ما خلص بن شرقي ما طلعش. ايه ماسك عليك حاجه؟ فيديوهات مثلا؟ اكيد لا. ده الراجل ده بيعمل ايه في الملعب برضه؟ الماتش نفس قصه الماتش اللي فات لحد الدقيقه حاجه و70 زي القرف برضه وانت سايبه في الملعب. نفس القصه الماتش ده، الاقي اول تبديل خلاص قضينا، اللعيبه حتى ما بتسخنش، اللعيبه اصلا مش مسخنه، يعني الناس اللي نزلت دي مش من غير تسخين، الرجاله قاعده بره على الدكه. ايه يا ريس انت دماغك ايه؟ انتوا مفيش خالص، انتوا بقى ابيض. هي دي الناس اللي فاهمه كوره؟ اصل الجمهور، اصل كله طالع يتكلم في الكوره، اصل كله طالع يالف. انت يا عم احنا ما بنفهمش كوره وانتوا اللي بتفهموا. ده اللي بيحصل في الملعب ده واللي بنشوفه ده اسمه فهم كوره؟ ده اسمه ناس بتفهم كوره؟ دي ناس كانت لعيبه كوره وكانت بتلعب في الاهلي وكانت نجوم. يعني ايه كل اما انا الاقي نفسي اوسخ نسختين من فرقتين في افريقيا غالبني في كل موسم، السنه اللي فاتت سان داونز، السنه دي الاقي نفسي طالع من الترجي اللي بيعاني. عملت له اسم وخليته يركبك رايح جاي، ما فيهاش حاجه تاني. دي اكتر وصف محترم ممكن يطلع في الوقت ده، ان الترجي التونسي الواقع تاني يخسرك تاني. اللي انت راكبه الشوط الاول ينزل يفلقك الشوط التاني، عشان انت فرقه مش مفيش لاعب ولا مفيش اي حاجه خالص. ده مفيش اي حاجه خالص. ده انت مش عارف تنظم اي حاجه، مفيش اي تنظيم في اي حته. نزل الشوط التاني خلاص، انا دخلت جوه كلت باين وخلاص، نزلت بقى مش شايف قدامي خلاص. في بقى مدير فني، في ناس قاعده بره شايفه اللي بيحصل جوه بقى، شايف مين اللي وقع، مين اللي مش قادر يكمل، مش قادر يلعب. اطلع بقى الناس دي، ابدا اسحب واحد ورا واحد، ما ابداش في الدقيقه 70 ابدل لما تخرب، لما الاقي اللي لبسته جون بقى نفس القصه، نفس الحزن. البس جون ابدا ابدل، البس جون ابدا ابدل، نفس القصه مع الماتش الاولاني. افضل قاعد مستني بتفرج على الماتش اللي زي القرف، والناس اللي برضو خلاص بن شرقي نزل الشوط التاني مش شايف خلاص، اطلعه بقى اسحبه. ديانج اسحبه بقى خلاص، الراجل بسم الله ما شاء الله عليه مفيش. قطعنا كوره لسه بنقول حق، تلاقي الكوره قامت راحه غلط، ما لحقتش تمدحه ولا حاجه، لسه هتسيبنا مدحك وبعد كده بوظ الكوره، لا على طول. طب الباقي الرجاله طب ايه؟ انت شايف ان الناس دي حلوه؟ زيزو مثلا، هل انت شايف ان زيزو بيعمل حاجه بيأدي؟ مفيش. طلع مفيش. اللعيبه دي كلها حلوين، كلهم جامدين، كلهم ابطال، مش مقدر الماتش ده اسحبه، مش عيب، مش حرام. عايز اهاجم ازاي العب كره هجوميه ازاي وانا بلعب بديانج ومروان عطيه؟ مروان عطيه الراجل المظبوط اللي بيلعب له الكره في الجون الثالث بيلعبها له لورا. خلاص الترجي ركبك نفسيا وكرويا وكل حاجه. طلع في الكوره بنشرح بدايات الحياه، اما بطلع بشتت لا اما هنا لا اما طرف، طالع بلعبها بدماغي لورا للراجل اللي واقف مستنيها بام لبسك التالت. فرقه ما جاتش بيلعبوا برجل واحده شايلوك 3. بس هو انت مستني ايه مثلا من فريق مغلوب من الجيش ومش عارف يلاعب الجونه ومش عارف يلاعب مش عارف مين وانديه شركات ومصريه للاتصالات ومش عارف واورنج وايه ده؟ اما انا بخسر من الناس دي كلها هبقى مستنى اكسب مين؟ طيب يعني اما بخسر من ده كله هكسب مين؟ يعني هكسب الجمهور. هو ده اللي انا بعرف اخسره الوحيد. الاهلي الحاجه الوحيده اللي بيخسرها هو الجمهور دلوقتي بس. لكن نلعب كوره مفيش، نعمل اي حاجه مفيش، نجيب صفقات طيب نبني عليها لاي نيله مفيش، نطلع ناشئين نبقى هي مستقبل والكلام الجميل ده مفيش، نجيب اي مثلا مدير فني فاهم ندفع فلوس بقى. ما انا بدفع فلوس في صفقات نظيفه، ولا بدفع فلوس في مدربين نضاف، ولا عندي ملعب، ولا عندي اي نيله. ما انا بدفع فلوس في مين؟ يعني ايه الحاجه اللي الفلوس لما ببيع لاعب، لما بعت واحد زي اسامه ابو علي جيت اجيب مين مكانه؟ يعني انت راح تجيب له كاموش اعاره، وراح تجيب مروان عثمان اعاره. الفلوس اللي انا خدتها من المهاجم اللي انا بعته اللي كان يعتبر جاي لك جه غلطه عندك الفرقه، رحت بعته وجبت مين؟ حرق الدم يعني. انا عندي مين يعني فرقه زي الاهلي كده بحجم الاهلي قاريا وحتى عربيا، ما عنديش مثلا واحد بيبص عينه حلوه بيشوف. انا ما عنديش واحد بيشوف اصلا. الصفقات اللي بتيجي واحد ما بيشوفش، مستحيل يكون ده واحد بيتفرج على كوره. اكيد دول قرايب حد في النادي، قرايب حد تبع حد معانا في النادي، لكن دول انت جايبهم عشان لعيبه؟ اكيد لا.
اما اروح اجيب بن شرقي، واروح اجيب زيزو، واروح اجيب مش عارف تريزيجيه، واروح اجيب كل الناس دي يا جماعه كانت لعيبه، كانت لعيبه اساطير. بس انا محتاج ابني، محتاج دم جديد. واما اجي اروح اجيب مثلا واحد زي ده، ما اجيبش شله. يعني خلاص انا جبت تريزيجيه، تريزيجيه كده كده سنه كبير، ما اروحش اجيب بقى عليه زيزو، واروح اجيب عليه بن شرقي، وانا اصلا عندي حسين الشحات، وعندي وكل الناس دي ما طلعتش، انا ما طلعتش عشان ادخل، لا حاطط كله كبشه مع بعض. المصدر بقى المركز اللي انا ناقصني بقى اللي هو المهاجم، لا ببخل وما اروحش اجيب. مفيش. عايز باك يمين مكان هاني بقى عشان هاني خلاص هيشطب اهو، اروح اجيب احمد عيد. احمد عيد ايه ومين دول و60 مليون مدفوعين في الجزار؟ فين الجزار؟ اتصاب ومش عارف مين جاله صليبي ومش عارف مين ايه ومين قالوا مش عارف مات ايه يا جدعان ده ايه المنظومه الكرويه اللي تقرف دي؟ ايه ده مفيش بقى خلاص، مفيش حد هيطلع، مفيش حد كده النهارده هتلاقيه طالع بيتكلم على الاهلي كوره. خلاص موضوع الكوره ده بابه اتقفل خلاص. الاهلي دلوقتي انت مش هتتكلم عنه كوره، مفيش كوره، مفيش حاجه اسمها كوره، مش هنتكلم كوره، مفيش كوره خلاص، الكوره قفلت. احنا هنتكلم في اي حاجه مالهاش علاقه، انت خلاص انت بتغير مفاهيم الكوره في الكوكب. هتقول لي بس التحكيم ظلم، بس مش عارف ايه، اصل ضربه جزاء. انت فين؟ انت فين؟ شوط اول راكب الماتش، ناقصك بس تجيب جون. خلاص عملت كل حاجه، الجون اللي جبته هوب خبطات تخبيط جون. خلاص بقى انت جبت الجون اللي يخليك مرتاح، جون التعادل اللي انت كده مرتاح، العب بقى وسجل. قلنا ماشي، ما سجلناش، شوطنا بنشوط. شفت شوط؟ انت بتفرج بقالي 20 سنه ما شفتش حد بيشوط على الجون. يا سلام على يا فرج الله. انزل شوط تاني بقى 5 دقايق 10 دقايق كده، بشوف بس الناس اللي في الملعب مين فيهم حلو مين اللي نزل، ابدا بقى ابدل بقى. لا الاقي كل الرجاله واقفه عامله كده، الاقي البدلاء جايين لي كلهم قاعدين على الدكه. امال مين اللي بيسخن؟ انا اللي هقوم اسخن؟ مين اللي بيسخن؟ الناس دي لو انا مش عايز ابدل، انا جايب جون واحد خلاص، احنا هنموت بقى على الجون ده ان شاء الله بقى، نشوف نروح نلعب بقى ضربات جزاء ولا نلعب ايه. خلاص احنا نفضل على الجون ده 90 دقيقه. طب يا عم هيركبوك يا عم وهيضغطوا وهيدوك جون. لا مش بتاعتي. احنا في اللي احنا فيه دلوقتي، المستقبل ده بتاع ربنا، مش هنخش فيه عشان ما نكفرش. احنا في اللي فيه، احنا 1-0 دلوقتي يا حلو. الاقي بن شرقي اداؤه زي الطين، بينزل لي لحد نص الملعب عشان يضيع الكوره. انت ايه اللي منزلك هنا؟ انت يوم ما تنزل تدافع تديهم الكوره يجيبوا جون؟ طب يا عم شكرا. اجي ابدل اطلع هادي رياض، ليه واطلع هادي رياض ليه؟ يعني ليه هادي رياض ده انا مطلعه من الملعب؟ هو لما باجي ببدل هجوم بطلع دفاع مكانه وبنزل واحد يعني ايه التبديلات دي؟ مين نازل مكان مين، ومين هيلعب فين، ومين هيتشال ويتحط واحد مكانه؟ يعني ايه اللفه دي؟ انا بتفرج على ايه؟ انا شايف 90 دقيقه منهم 45 انا شكلي حلو، شكلي على اللي انا بلعبه اصلا جميل شغال. لو بلعب باللي انا بلعبه ده على مثلا مدار موسم ولا حاجه، حتى كان هيبقى في الدوري مثلا كنت ممكن ابقى اول، ابقى مثلا مكمل كاس اي بطوله. الموسم اللي فات نفس القرف ده، ربنا كرمك كده نفدت كده بدوري. خلاص بقى قلنا مش هتمشي بقى معاك كل مره، مش كل مره الدنيا خلاص. المره دي قفلت في وشك. فانت كل مره خلاص الموسم ده خلاص بسم الله ما شاء الله 0 كده، خلاص كده احنا 0 دوري بقى. انت لو بالشكل ده ادعي ربنا تلعب افريقيا. وقلنا والله الكلام ده اتقال، شكلك اقرف. انت لا عارف تكسب، انت مش عارف تكسب هنا. فرق معلش جنبك ككل حاجه واقعه، كلاعيبه كفلوس كصفقات كاداره كاستقرار ككل حاجه واقعه. انت مش عارف تلعبهم، مش عارف تلعب معاهم، مش عارف تكسبهم. فانت هتروح تلعب مع فرق بره اللي اصلا بتعقدك في حياتك ازاي؟ طب اهو بتلعب اصل الحجه النهارده من غير جمهور، جمهورنا كان هيفرق، جمهورك كان معاك بيشجعك في كل الماتشات اللي فاتت، اللي انت اصلا في الدوري تالت دوري، الجمهور كان معاك في الكاس، الجمهور كان معاك في افريقيا الموسم اللي فات لما اتفلقنا من صن داونز اللي كنت نازل قدامه بلعب بخمسه دفاع، بلعب مع البرازيل. المره دي نازل نفس القصه، مفيش حد يقول يا جماعه، يعني مفيش حد مثلا بيفهم الكوره يقول احنا عايزين نلعب مثلا كوره هجوميه، عايزين نهاجم بس احنا مغلوبين، الناس مستنيه منا ان احنا ننزل ندوس على الترجي دي، ندوس عليهم، نلعب بقى كوره هجوميه بدل ما بنلعب بديانج ومروان عطيه، نغير بقى نجدد شويه ونلعب مثلا كوره عاديه، كوره هجوميه بقى. اشوف مثلا نزل بن رمضان نخلله بره، مش عارف هو بقى ايه دلوقتي، يعني انا جايبه ليه مثلا زله مثلا، ابقى اطلع بقى ديانج بقى خلاص، يعني خلاص شكرا ديانج، خلاص شكرا، اقعد بقى رايح شويه.
اما ابقى نازل بقى محتاج بقى دافع ولا محتاج اعمل ومش عارف ايه، ابقى انزل ان شاء الله ديانج بس بيعرف يقطع الكوره، وبعد ما يقطع الكوره بيضيعها تاني اجيب اي واحد يقطعها ويقف بيها وواحد يجي ياخدها منه. اصل هو مش اوردر، احنا عايزين يعني. والله العظيم الواحد خلاص جد من كتر الكلام. الواحد بس بيسمع في الاعلام وبتاع ان الناس اللي هي لها بقى ماسكه مناصب، واللعيبه نفسها اللي بتطلع تقول لك اصل بتوع السوشيال ميديا، والناس اللي بتطلع تتكلم في الكوره اصل هم فاكرينها مش عارف ايه، اصل هم فاكرينها. انا مش فاهم انتوا بتتكلموا بأني اساس، بأني عين اصلا، بأني عين بتطلع بتقول الكلام ده؟ انت البجاحه وصلت فيك لحد ان انت اصلا تطلع تتكلم وانت ده مستواك. يعني انت ده مستواك وطالع بتتكلم بكل بجاحه عن مش عارف مين بيقول ومين بيعيد، بدل ما تلعب كوره واثبت له بقى ان هو غلط بالكوره اللي انت بتلعبها، اثبت له ان هو غلط بالقرارات اللي انت بتاخدها، مش ان انا بثبت له ان هو غلط بالقرف ان انا بقدمه ده وبطلع بقول اصل هم مش عارفين. انت عايز ايه يابا؟ عايز ايه؟ اللعيبه جايبين لعيبه كل نصها كان عليها قواضي وعاملين مشاكل ورافعين مش عارف ايه على فرق، اصل ما بناخدش فلوسنا، اصل مش عارف ايه. بنجيب اللاعب تديله فلوس ويعمل اعلانات والدنيا تبقى مرفهه معاه، شكرا ما بلعبش كوره خلاص كده، انا خلاص فنشت اللعبه، اروح اقعد في بيتنا بقى، انزل بمشي بالحب كده، بلعب بالحب. مفيش حد عنده حرقه، ما بتلاقيش حد عنده حرقه ان انا انزل اكسب، ان انا انزل يعني في جمهور في بتاع. مفيش حد قلبه على الجمهور، قلبه على الفرقه، قلبه على اي حاجه. احنا على الاعلانات والدنيا حلوه والفلوس تمام، شكرا يا عم انا مش عايز حاجه تاني، مش عايز والله حاجه. انا عاوز ايه يا عم؟ شكرا، تسلموا لي يا رجاله، تسلموا لي يا رجاله، تسلم لي رجاله الاهلي والله، والاداره اللي فيها واحد من احسن لعيبه في تاريخ مصر. وده شكلنا وده ادائنا وده مستوانا اللي بقى اي حد بيركبنا وبيلعب علينا كوره بقى ده شكلنا. بعد ما كنت بعبع، وبعد ما كان استاد القاهره ده استاد رعب لاي مخلوق بيخشه، فرق افريقيا اللي كانت بتبقى جايه محمله نجوم من اوروبا كانت بتيجي تخاف الملعب ده. دلوقتي انت بقى اي حد معدي هيديك على وشك. ورايحين نلعب اسبانيا، كل سنه واحنا اسبانيا، كل سنه وانتم طيبين. والاهلي بيعيد كالعاده على الناس حبايبه وجمهوره بخساره قدام الترجي تاني، وبيطلع من افريقيا تاني من فرقه واقعه تاني. اعمل لايك واعمل اشتراك وسلام.